بالصح. أعلمكم بأننا في الجزائر سنكون أكثر الشعوب العربية صياما لرمضان. عدد الساعات سيكون 15 ساعة و45 دقيقة، بما يجعلنا رقم واحد في المنطقة العربية. يا ضنايا وراه عادي، حيت نتوما كتفطروا حتى العشاء، ممنوع شي حاجه سميتها المغرب عندكم. سبحان الله العظيم، خوتنا من هوك كينتميو لشي كوكب اخر عايشين فيه غير هما بوحدهم. ولكن واخا داكشي ندعيو معاهم، اللهم تقبل صيامهم ساكن، لانهم اكثر الشعوب العربيه صياما. كلكم شفتوا البارح شنو وقع للبعثه ديال المنتخب الوطني المغربي في داك الفندق اللي جالس فيه في مدريد بإسبانيا. الفضيحة الكبيرة اللي أنا قتلتني بالضحك، الجماهير البيروفية قدام الفندق اللي جالس فيه المنتخب ديالها، مضاربة بينهم وبين الشرطة الإسبانية اللي تدخلات باش تحيد الناس اللي يعني مجموعين تما قدام الفندق. ولكن الشرطة الإسبانية صدقات مضاربة مع اللعابة ديال منتخب البيرو، حيت كانوا وسط الجمهور والشرطة ما عرفاتهمش. والكارثة انهم شدوا 4 ديال اللعابة وحولوهم للتحقيق بتهمة اهانة الشرطة والاعتداء عليها، ومن بينهم الحارس بيدرو غايسي اللي باين في المضاربة في هذا الفيديو هذا. ولعبنا بكريم اللي الحارس ديالهم بايت في الحبس. ما تحطوليش الماتش ما بين المغرب والبرازيل، هذيك كوره. نحب تشوفوا لنا التصاور نتاع الستاد نتاع طنجه كيفاش كان نهار السبت في حله رائعه لمقابله وديه شاهدها العالم وابهر. نجم نقولوا عن نتيجه المغرب غلبت البرازيل في الاخر ما تبقى الا مباراه وديه، لكن الباكيج الكل فتحي كان بصراحه مبهرا. بالطبيعه والسوريس الروجاتو المغرب ربحت ان بلوس، لانه سامحني اول بلد عربي يربح البرازيل عبر التاريخ. المغرب اول بلد افريقي ترشح نهائيات كاس افريقيا 2024 شقة في الكوت ديفوار في جانفي. المغرب ما خلى لنا شيء، المغرب معناها كل اول بطبيعه الحال نفرحوا للمغرب، ولكن هكا انا حسرة صغيرة. معناها المغرب دخل التاريخ من كل البوابات، معناها الرابع في الوحدة كأس العالم اللي تعديت، في كأس العالم اللي تعديت، 6 مرة يقدم روحه باش ينظم كأس العالم. معناها أرقام خيالية. ملعب استثنائي، ملعب طنجة، ملعب طنجة كان جو غير عادي. ملعب يس 83,000 راه و83,000 معبي الملعب. معناها شوف احنا احسن ملعب عندنا يس 45,000 معناها الشطر نتاعو، ويخدم شطر بشطر، ويخدم شطر بشطر، والغازون 3/4 الوقت ما يخدم بطبيعة الحال. والغازون يخدم سورتو وقت اللي يجي عيد الكبير، معناها يجيو العلالش تولي وزاد ما كثروش عليه الغازون، زوز ماتشوات كان عندنا الغازون معناها عرفتها كي يطلع في الطيارة يحط باجاج فراجيل، يحط عليه فراجيل. معناها ماذا بيك فما بلايص في التيران ما تمشي لهمش. اذا المغرب حدث استثنائي، المغرب قاعد يبهر فينا، المغرب العالمية. شوفوا هذه صورة ميرسي لأولاد في الديجيتال، شوفوا التيفو اللي عملوه ليزولترا، وهذه صورة جميلة. تعرف علاش؟ من غير ما ندخل في تفاصيل، مانيش برنامج كروي، لأنه كمان حتى في المغرب راهو فما الأندية قوية ياسر، الانتماء للأندية قوية ياسر. عندك الرجاء والوداد بطبيعة الحال إلى جانب الأندية الآخرين، لكن وقت يلعب المنتخب المغربي بالحق المرة هذه تلموا الناس الكل، وكان كوريغرافي
اكسبسيونيل وتقشعرت الابدان البرشا توانسه في هذا الملعب الجميل في هذه المدينه الرائعه. انا كانت لي انا محظوظ لانه بديت السنه في مدينه طنجه بوابه خذينا السر هذا لوج عليه من ليله راس العام مراد باش يغيب ماشي البلاصه ما قلناش عليها. قلتها في لا قلتها على مراحل. المهم احسنت الاختيار ولا لا؟ انا مش نعطيك كرات شوف قلتها قطره جيت لنا بالمغرب توا طنجه اذا قطره وينو الماء سي مراد؟ شوف الملعب الجميل. في قلت انت حكينا على الترشح لكاس العالم 2030 وحكينا على فريق اليوم مرشح طبعا باش يفوز بالكان. الماركتينغ المغربي بصراحه قوي جدا وهذا السوفت باور اللي نحكيو عليه كما قطر استغلت التنظيم. المغرب اليوم بالصوره نتاع المنتخب نتاعها قاعده تعمل في ماركتينغ لنفسها في موقع جيوستراتيجي حقيقه استثنائي. السلاح ولا بروباغندا باهته هذه هي البروباغندا الذكيه. اقوى بروباغندا هي بكره قدم. الارجنتين سمي لي مسؤول في الارجنتين، سمي لي رئيس الارجنتين توا، سمي لي وزير الاول كان عندهم وزير الاول. العالم الكل يعرف ميسي في كره القدم. ونختم القوس المغربي. المباراه وين تمت؟ في طنجه. صحيح. يعني أنه حتى على مستوى اللامركزية المغرب بعد ما سوقت الكازا والمراكش قاعدة تسوق الطنجة بحكمة وبحبكة محكمة. وما نجموا إلا ننحني ونحيي خاطر المغرب زادة احنا زادة عنا علاقات كبيرة مع المغرب كما مع الجزائر، ولكن مع المغرب اليوم فما تقريب تضاعف الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك احنا مش قلت لك مرة انا المغرب اقتحمت ساحة العظماء، حديقة ولا ساحة ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر. ميدان الكبار في كرة القدم، وأصبحت من الكبار معناها أصبحت عالمية. المغرب تقول بصراحة كي تربح البرازيل بك المستوى اللي ريناه بالنسبة لي ليست مفاجأة، فهي نتيجة طبيعية لما قدمه المغرب في كأس العالم. ونتمنى معناها باش يكون معناها في تطور. انا وش نقول هنيئا للمغرب الشقيق. نحي الفيكتوار لا فيكتوار مي يا خويا الاخراج التلفزي يفو دير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران كل هذا كل شيء الفار كل شيء ذي رسالة شو رسالة؟ إخراج حضور جماهيري ملعب طنجة شيء كبير. التران يمشوا فيه هو يعني شو كل ما دار حول المباراة فهو عالمي. وهنيئا للمغرب. وأقول أن ملحمة طنجة قطر قطر به هي بداية لصناعة مجد جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. هذه الملحمة ستكون هي البداية لصناعة مجد جلوار ناسيونال بور الماروك. هنيئا لكم. امين. واول بلد عربي يربح البرازيل. وشو نقول لك الحقيقه شو اللي عملوا شو الجماهير مش نورمال. المغرب تعديت باليه اخر بالنسبه لي انا. شفت ستوري بعد الماتش نتاع فينيسيوس قال شكرا للمغرب. قريتها وريتها ولا شكرا للمغرب. تو ما عادش نحكيو على المغرب، ما راهم نحكي ولا كلاس مع البرازيل ومع فرنسا ومع الناس الكل. انا حاجه بركه انا نعشق المدرب نتاعهم كيفاش يلجير معناتها لي ستار هذوكم الكل. حتى كي خرج حكيمي في دقيقه 60 يصفق وباس المدرب معناتها علاقه ممتازه ما بينات بعضهم. واني قلت لك المغرب العوام هذا الكل باش تسيطر على الكره الافريقيه والعربيه. انت حكيت على المدرب وليد درغراغي كان عنده تصريح بعد المباراه قال كنا باتو لو بريزيل اون بلان رمضان ابخي لو تراويح سي فو. ربطها معناها برمضان وصلت التراويح في دعاء. افهم كلامه. التراويح في دعاء بتتر في الدعاء معناها هو لا يفدلك معناها في صحة. كابتن كيما الكاس العالم في قطر معناتها جابوا لي زوروبيان جابوا معناتها الكرة الآسيوية وسمعوهم القرآن والديانة وعملوا اللي حبوا حديث مترجم ولا حديث مترجم معناتها. وغاديك راهو فما جوامع في قطر الخطبة نتاعهم باللونجلي. عملوا خطبة باللونجلي خطبة 6 الجمعة. كيف المغرب عملت الماتش في رمضان ومن بعد شقان الفطر ومن بعد التراويح معناتها
تعريف بالثقافة تعريف العربية العربية. وصورة جميلة للمغرب. إلى جانب النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان، المغرب كسب نقاط عديدة كابتن على المستوى التنظيمي، حكيت على النقل التلفزي، على التنظيم، على الحضور الجماهيري، الصورة الجميلة اللي ريناها على المغرب خلال المباراة. الحديث أكثر في الموضوع معنا الدكتور الباحث سيد منصف اليازغي. صحة شريبتك سي المنصف. أهلا عزيزي أمين، وسعيد بالحضور معك، وتحية لضيوفك في البلاطو. شكرا ليك. معايا لاعب الرجاء السابق خالد القربي والكابتن خالد حسني، غنيين عن كل تعريف. طبيعة الحال طبيعة الحال. به دكتور، انتصار على أرضية الميدان ضد البرازيل، وانتصار أيضا كان خارج أرضية الميدان على مستوى التنظيم، النقل التلفزي، الصورة الجميلة اللي ريناها خلال مباراة المغرب والبرازيل. الانطباعات في المغرب بعد المباراة كيفاش كانت؟ وأولا المغاربة شعروا بأنه مباراة طنجة هي امتداد لمباريات قطر، كما لو أنهم ما زالوا يعيشون أجواء المونديال. كما تعلم عزيزي بأنه ما عشنا حلم، ونشكركم أولا على أنكم عشتم معنا هذا الحلم، واعتبرنا بأنه مباراة طنجة هي امتداد لهذا الحلم. مباراة طنجة ربما القائمون على الشأن الرياضي هنا بالمغرب لم يريدوا أن يبرمجوا مباراة مع منتخب عادي، مع احترامنا جميع المنتخبات، لكن فضلوا أن تكون أجمل هدية للجمهور المغربي الذي تابع مونديال قطر، واحيانا بعضهم لم يكتب له الحضور في قطر، ولم يكتب له احيانا الحصول على التذاكر. فكانت اجمل هديه هي مباراه وديه امام منتخب من العيار الثقيل، ونحن نتحدث عن منتخب البرازيل. منتخب البرازيل ربما لدينا مع حساب قديم جدا يعود الى 97 عندما خسرنا معه وديا بهدفين، ثم في مونديال 98 عندما خسرنا مع 3 أهداف ل0. المباراة ودية رأى البعض بأنه قد تكون عادية، لكن في المغرب اعتبرناها لديها انعكاسات أخرى، انعكاسات على صورة المغرب الذي يستضيف في ملعب ابن بطوطة بطنجة، يستضيف منتخب كبير في أجواء احتفالية كبيرة تؤكد بأنه المغرب يثبت أقدامه على الساحة كرة القدم العالمية وأيضا الأفريقية بطبيعة الحال، من خلال تثبيت ما أنجزه من استحقاقات وما كسبه من شعبية في العالم، سواء بمونديال قطر أو حتى في الآونة الأخيرة عندما تقدم على الخصوص إلى بترشيحه لسادس مرة لاحتضان كأس العالم 2030. إذن هي المباراة بالنسبة للمغاربة كانت هي قد نقول بأنه هي لا سوريس سيغ لا تارت بعد مونديال قطر، واعتبروها مكافأة لهم على هذا المنتخب. ومن ناحية أخرى تقنية، وأنا أبتعد عن كل ما هو تقني، لكن هناك نقطة أساسية وأنه تم تأكيد بأنه ما حصل في قطر لم يكن صدفة، لأن البعض دخل في عملية تشكيك، بعض المحللين دخلوا في عملية تشكيك بأنه ما حدث في قطر هو صدفة، وربما الكرة قد تكون في شباك المغرب وخرجت خارجا إلى آخره. لكن مباراة البرازيل جاءت تؤكد بأنه للمغرب منتخب محترم ومدرب يعرف قراءة المباريات ويقدر ويستطيع تسيير المباراة بالشكل الذي يريد، بدليل وهذا هو الجميل في هذه المباراة أنه لم نرحب تلك يعني اللخبطة في اللعب على اعتبار أنه اللاعبين نجوم، بل لاحظنا انضباطا في اللعب وأيضا قدرة على تسيير المباراة بشكل عادي جدا بدون نرفزة حتى آخر دقيقة، وهذا ما يشكر عليه اللاعبون الذين أهدونا في هذه الليلة الرمضانية أهدونا أجمل هدية في هذا الشهر. دكتور، من خلاف الرياضة طبعا المغرب كسب نقاط عديدة في سباق تنظيم كأس افريقيا 2025 ومونديال 2030 والملف المشترك بين المغرب اسبانيا والبرتغال. كيف ترى حظوظ المغرب خاصة نتحدث على تنظيم المونديال؟ نعم، بالنسبة لكأس افريقيا 2025 اعتبر بأنه الأمر بين يدي المكتب التنفيذي الذي لديه صلاح تقييم الملفات بشكل متساوي واخذ فكره عامه على الاجواء والشروط التي يتوجب ان تجري فيها كاس افريقيا، لانه كاس افريقيا ليست هي الملاعب فقط. البعض ربما يعتقد انه يكفي ان يكون عندك ملاعب لتكون مؤهلا لاحتضان جانب لوجستي، سياحه، اقتصاد، كل شيء. لوجستي، سياحه، شغف، وحتى الجانب التنظيمي والقدره على تسويق صوره كره القدم الافريقيه في الخارج، لانه كاس افريقيا لم تعد مباريات تحتضنها مدينتين ويتابع الافارقه، بل هي فرصه لعكس صورة كرة القدم الإفريقية في العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة لكأس العالم أعتقد بأن المغرب قدم شهادة في المباريات في المنافسات السابقة عندما احتضن كأس العالم الأندية 3 مرات،
وقدمها بشكل كبير جدا. وعندما نقول كأس العالم للأندية فهي موندياليتو أو هي تصغير المونديال، وبالتالي هو بروفا لأي بلد قبل التقدم إلى كأس العالم. المغرب قدم هذه الشهادة واختار أن يتقدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال على اعتبار أنه يملك، على اعتبار أن المغرب ورقة رابحة وليس ورقة فقط إضافية لهذا الملف البرتغالي الإسباني، بل هو ورقة رابحة بحكم الإشعاع الذي يملكه المغرب، النفوذ الذي يملكه المغرب على مستوى الأصوات، وأيضا قدرته على أن ينجح هذا التحدي، تحدي 2030، على اعتبار أنه ما قدمه في السنوات الأخيرة ربما لم يكن صدفة، وجاء وفق ترتيبات وفق سياسة ورؤية مغربية خالصة اعتمدت على الصبر، اعتمدت على ما هو استراتيجي، ولم تكن تخطط على المدى القصير او فقط الظهور بمظهر جميل في هذه الدوره او هذه الدوره، بل امن بانه اي نجاح لا تكتف ثماره الا بعد ان يكون مبنيا على استراتيجيه واضحه وعلى رؤيه اوضح. دكتور سؤالي الاخير، الحديث فضل. على مدينه طنجه، الرباط لاستضافه المونديال، مع مدينه ثالثه، كلام على اكادير، مراكش او حتى كازابلانكا، المدن ربما المرشحه لاستضافه المونديال حسب رايك. أكادير. عزيزي، هو الامر لم يحسم الى غايه الان، وكل ما يروج له فقط يعني قد نقول بانه تنبؤات ان صح التعبير. المغرب بعد خسارته لمونديال 2010 امام جنوب افريقيا بتاريخ 15 ماي 2004 اعلن هنا الملك محمد السادس بانه المغرب سيستمر في بناء ملاعبه كما انه سيحتضن المونديال، ونجح في ان تصبح لديه 3 ملاعب من الجيل الجديد بمدينة مراكش وطنجة وأكادير، بالإضافة إلى ملاعب أخرى سابقة كملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. في اعتقادي أنه الأمور تسير في اتجاه واحد، في اعتقادي شخصيا، وأنه بالإضافة إلى أحد ملعبين سواء طنجة أو أكادير أو مراكش، هناك احتمال أن يكون الملعب المفاجأة هو أكبر ملعب في إفريقيا، سيكون في الدار البيضاء الذي كان مشروعا منذ 2007 وينوي المغرب بناؤه خارج في ضواحي مدينة الدار البيضاء، وسيكون الأكبر على الإطلاق. ما عدا ذلك فربما الأمر يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تنسيق مع الدول المرشحة، وبالتأكيد أينما حلت هذه الملاعب فالمغرب ولله الحمد قادر على التنظيم في أي مدينة والترويج لتلك المدن، لأنها كلها مدن سياحية ومدن تعرف إقبالا كبيرا من طرف الجميع. شكرا لك دكتور منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضيه. نقطه اخرى تهمنا كتوانسه في المباراه هي الحكم الصادق السالبي، كيفاش ريت مردوده في مباراه المغرب والبرازيل؟ برافو لي، ماتش بارفي، ما عملش برشا غلط، غلطه بركه نتاع البونتو الاول نتاع البرازيل راهو بونتو، انا كيريتو بونتو شنو ما عملش برشا غلط، ذي غلطه هدف هذي معناتها مش غلط معناتها كارثيه. اوكي بونتو لو فما انتقادات من لاعبين البرازيل لا خاطر خلى برشا اغريسيفيتي، والبونتو لو راهو بونتو صحيح. كابتن انطباعك على مردود الحكم؟ خاطر بونتو الاول راهو زاد حتى الفار يتحمل مسؤوليته، راهو بالنسبه لي انا لا حاجه باهيه ساعه لانه حكم تونسي حكم مباراه بين المغرب والبرازيل، معناها اللي ما نشوفوش حكام نتاعنا في التظاهرات العالميه. ما فهمتش عليه تشوفوا كيف في الاميكال معناتها البرازيل ما عندناش فار. لا بخلاف هذا تشوفوا لا لحظه كابتن بلي تشوفوا كان في الاميكال في الكوب دي موند ما عندناش الحق، ما عندناش فار وخاطر ما عندناش فار. مش قلت لا مش اسباب انه ما عندناش فار، وتوا عندنا فار توا ما نعرفوش. اسمع توا بربي اللي في نهار شنو في رواندا بالله خلينا رايدين شو الفار هو اللي قاس كل شيء، ما عندناش مستوى انت حكام. كابتن محمد سلامه بعث لي ارتيكل انه فما مباراه احياء في مصر بتقنيه الفار ب10 كاميراوات في الدوره الرمضانيه في مصر. مباراه احياء واللعبه مش غازون ولا تارتون، تراب بالفار. كونكاساج. قولك يا كابتن، هذه سبونسوريزي يا كابتن، نتصور سبونسوريزي، واللي عمل كود كوم خارق العاده. معناها شو القديم مع الجديد، القديم هي البطحه مع تكنيك معناها كبيره ياسر الفار، يعطيهم الصحة. أنا هما عندهم لي تورنوا تاع رمضان في الخليج في مصر. سبونسور يا كابتن، عندهم الأموال، عندهم جيت مع الكابتن يا معلم. شنو جيب بطحة ويعمل لا بروفوني نتكلموا عليها احنا هنا. دونك شوف اش عملت داكورد بون بور مسيو الاربيتر نتاعنا تاع تونس. بون هذه جوستومون لا كيستيون كي سبوزي. علاش توا البرازيل والمغرب كاينه كوب دي مون، علاه ما مشاش كوب دي مون الله اعلم. والله العظيم ما تعرفني صادق مع نفسي يعني، وما نكذبش على الناس. انا والله في الاخر نقول لي شاب صدق السلمي، في الاخر طلع هو
خاطر عمري كابتن حكينا فيه برشا مرات نحن. لا عمري ما كنت نتصور اللي هو باش يشد البيع. انا عليه ما نكذبش راهو، هذا هو تفكيري ونصدق. خيبه كاميركا شيو حكينا ليه نقول يا ربي يشبه له، يا ربي يشبه له، يا ربي في الاخر جاء مبروك عليه. باهي المنتخب الوطني التونسي بعد انتصار بثلاثية ضد ليبيا في تونس يواجه ليبيا غدوة خارج القواعد في بنغازي ملعب شهداء بنينة. تونس ليبيا غدوة التسعة. المنتخب دون يوسف المساكني، دون منتصر الطالبي، ديلان برون أيضا مصاب لن يكون مع المنتخب. دعوة حمدي العبيدي وعلي غرام لتعويض المساكني ومنتصر الطالبي. تفضل شنو تحب تقول؟ علاش كي تضرب غايلين شاليني نتمنى له ساعه الشفاء عليه ما عوضوهوش. مو يظهر لي خاطر جوار بركه يقول لك مثالش نجموا نستغنيو على ملاعبي واحده مزوز يلزم تعويضهم. والله زايد تعمل في السؤالات والله العظيم في الامور هذه تاع المنتخب واحد يسكت خير وشد. انا نسالك سؤال اخر، علاش ديلان مضروب جاي؟ انا في قناعات ديلان برون يلزم ما عادش يعيطوا له المنتخب. تعرف عليه؟ انا قلت لك ماتش مالي لهنا اللي الناس الشعب كامل والناس الكل تستنى في الكاليفيكاسيون لتونس للكوب دي موند، هو والخزري ما جاوش خاطر وقت سانتيتيان وماتس يلعبوا عتيه معناتها ايزون بريفيري باش يقعدوا مع جمعيتهم كي يجيو لهنا. راني قلت لك انا واحد من الناس جوار يعمل هكايا راني انا ما عادش نعيط له جمله. وتعويض المساكني وتعويض برون وتعويض كيدوتر ثلاثه هما برون ومنتصر الطالبي يعوضهم حمدي العبيدي وعلي غرام. راهو تعويضهم لا يعني انهم مش يلعبوا راهو يزينوا بهم البنك كابتن. تعويض لا يعني انهم يعني قلت غرام على خاطر غرام على خاطر اسمعني غرام الناس الكل غرام شبيه ما عيطلوش ترى هاكا ما خدت خاطر هاكا ما خدت خاطر هي ما فيما يخص مثلا حمدي العبيدي محمد سليتي نادى بدعوه حمدي العبيدي. انا بدي قلت لك يا اخي تم الاستجابه في ماتش المركي دعوات محمد سليتي. باهي لحظه ما كانش زاد ينجم يكون الكامرجي. كامرجي هو غايب على فريقه. اي نحكي لك كامرجي غايب على فريقه ديجا عنده اسباب صحيه. ال11 رونترون وميم لي رومبلاسون راهم معناها محطوطين وكذا، شكون يلعب شكون مش يخرج هذوما عيطوا لهم بور الجو بور كذا. هو الحقيقه في الماتش نتاع غدوه طالبي ويوسف باش يخليو بلاصتهم سورتو يوسف معناتها بالكاريزما نتاعو وكابيتان وعنده لا والله لا وعنده انفلونس على الجروب معناتها في لي ريونيون وكل شيء باش يخليو بلايصهم ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب. ان شاء الله غدوه كان ننتصروا نترشحوا للكان هذه لا ديرنيير شانس عندها 3 بوان. هي كابتن شو ريت ليبيا بالوجه الهزيل الضعيف اللي كذا في تونس اللي معناها كانت حقها 6-7-0 يفوت لا فيريتي راهو هذيك حقيقه وانتهت. فما حقيقه اخرى هي غدوه الله اعلم معناها ما يلزموش معناها ناخذوا بعين الاعتبار المباراه اللي فاتت انتهت خويا مباراة جديدة رهان جديد نقاط جديدة يلزمنا خويا نلعبوا على التأهل ولو تأهل أمور عادية بالنسبة لتونس. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي ينتصر يحقق الفوز غدوة ضد ليبيا للتأهل رسميا لكان 2024 جانفي 2024 في الكوت ديفوار اللي تم تأجيلها. كان من المفروض أنه باش نلعبوها في الصيف كابتن في جوان 2023 لكن كان في الصيف كانت تجربة ممكن مش حلوة برشا خاصة في مصر 2019 والحرارة المرتفعة. أنا مع الاسبيرونس في الجينيراسيون نتاعي مشينا نلعبوا في جوان ماتش إليميناتوار نتاع ليبول في الشامبيونز ليج كونتر جمعية من الكوت ديفوار. قسما بالله السخانة لعمري ريت السخانة مع الرطوبة. اي فوالا السخانة مع الرطوبة. فهمت كيفاش حبوا يعملوها الرطوبة السخانة راه فهمت كيفاش حبوا يعملوها السخانة راه في جوان اول جوان راه نعرف اخر ماي السخانة اللطف. هو ديجا في اكتوبر مره مشيت لغينيا وقتها مع المنتخب الماتش هذاك 4-1 ماتش التاهل لمونديال روسيا 2018 تتنافس بالسيف معناها سخانه 26 برشا هيوميديتي راه هيوميديتي وما هيوميديتي فيها الماء. انغولا 2010 الكوب دافريك
في جانفي وهيوميديتي راهو نتنفسوا بالسيف، راهو كي تعمل مونتي وترجع التيران تراه فلو لازم تاخذ تي جي في ترجع تي جي في الافريق باهي. المنتخب الجزائري يتاهل رسميا للكان، ربح 1-0 ربح النيجر اليوم. هدف شكون؟ هدف لاعب السد القطري لاعب النجم الساحلي السابق بغداد بونجاح في الدقيقه السادسه بعد اسيست من لاعب مانشستر سيتي. رياض محرز بغداد العائد للمنتخب يسجل هدف اثر عودته لتشكيله جمال بالماضي. نسمع جمال بالماضي شنو قال تصريحه بعد المباراه وبعد الانتصار والتاهل للكان. Tous des matchs faciles, il n'y en a plus en Afrique. Vous pouvez le voir quand même dans tous les FIFA. Le Nigeria qui se fait battre par la Guinée-Bissau à domicile, le Cameroun qui fait match nul à domicile contre la Namibie. Donc ça, c'est des vrais signaux. Le Ghana qui bat l'Angola 87 minutes. Nous, on n'est pas exempt de cela. Il y a des équipes quand elles contre des équipes comme la nôtre. On peut au but seulement de nous présenter un certain style qui nous pose défaut. Tant qu'on n'a pas marqué ce premier but, ce deuxième but, on n'est jamais à l'abri d'un contre. Les situations qu'on a pu s'apercevoir, c'est vrai, une ou deux qui m'ont assez dérangé, sur la première mi-temps, sur un 1-2, et puis se retrouver dans ce passe même, c'était un peu sur cette frappe un petit peu sur le côté. La deuxième باهي جمال بالماضي بون الحقيقه التصريح مش واضح برشا اون بلوس يحكي ياسر باللغه الفرنسيه. جمال بالماضي ما فهمتش علاش. باهي كابتن جمال بالماضي قال انه ملخص بون الكلام اللي قال انه ما عادش فما فرق ضعيفه في افريقيا، الفرق كل عندها نفس المستويات تقريبا. صحيح. ومهمه التاهل راهي ماهيش سهله معناها. صحيح. اللي قالوا نيفيلمون تاع المستويات هذا موجود، ما عادش التباين الكبير و3 و6 و7-0 ما عادش. تشوف انت بار اكزومبل الجزائر باللاعبين، خلينا نقولوا اللاعبين، خاطر فرق بين اللاعبين والفريق باش يوليو فريق يلزم مده باش يتفاهم بعضهم. صحيح. راهو صعب جدا. والنيجر اسكيل باري عندهم لاعبين ويلعبوا لبرا. ديجا ضيعت برشا راهو نفرج فيها. فما مسؤولين من فرق تونسيه اليوم مشاو الملعب حمادي العقبي بالكرات باش يتفرجوا في ملاعبيه النيجر، يحبوا ينتدبوا ملاعبيه من منتخب النيجر. صحيح. عندي المعلومه ديجا وفرق من الاربعه الكبار باش ما نطولش ونعمل امتيت فيرجول. المغرب راهو المغرب تو ولات عندها امبرسيون انورم. راهو يلزمها تهز كاس افريقيا تاع بالماريس، معناها الشيء اللي وريته ذا كل لازم تهز كاس افريقيا. وهنا ان اللاعب ضد الافارقه راهو يختلف كما قلت مرة أخرى في تصريحي، يختلف تماما على اللاعب ضد الأوروبيين. تلعب في أوروبا تلعب في مش تمشي تلعب راهو يفو سادابتي أو جو أو فوتبول بيتو أفريكان. سي ان بو ديفيسيل بول اللي كابتن فيه الحقيقة معناها الفوتبول أفريكان وسبور أفريكان بطبيعته اونتر بارونتيز نقولوا احنا في شوية القعباجي فيه معناها الفوتبول الاوروبيان منظم اكثر. الفوتبول الافريكان فيه القوه، فيه القوه الفيزيك، فيه شويه زاد القعباجي. باش نخلي كلمه خالد. هل الجوارات يلعبوا في ليزيكيب ناسيونال في الكاميرون وكوت ديفوار مش نحكيو على نيفو، نحكيو على المنتخبات اللي اقل. تستنى هذو مين جايين من اوروبا افيك لا مونتاليتي اوروبيين، افيك لا ديسيبلين لا ريغور. ما فهمتنيش كابتن، ما فهمتنيش. نحكي على المنتخبات اللي اقل كيما النيجر اللي يلعبوا محليين هكا في البطولات. هذوما تطوروا، احنا شو انكار الواقع. هذوما ناس تطورت واحنا ما تطورناش. كابتن كيما السنغال سون دو فورماسيون اللي عندها اليو 20 والشان هزتهم هي ما نحكي على المنتخبات اللي اقل. نيجر مثلا غامبيا، نيجيريا بالستار اللي عندها خسرت اليوم ربحت وخسرت. وكامرون في بلادها وكامرون في بلادها كامرون عملت مع ناميبيا واحد كانت خاسره. معناتها الجزائر 25 لاعبي لعبوا 22 في زوز مباريات خال، دليل انه جمال بالماضي مازال يلوج على قالوا فما 10 غيابات، فما 10 لاعبين جدد. التركيبه المثاليه للمنتخب الجزائري. مرحله جديده المنتخب الجزائر، وجمال بالماضي مازال يبحث هكا على
لي زيليمون اللي يلزم يرسمهم في التشكيل الاساسي؟ جمال بالماضي تحس ما عادش عنده كونفيونس في روحه برشا من بعد الانتقادات ومن بعد الخروج من خاطر ما عادش عنده دعم تام حتى الجماهير. قبل كان جمال بالماضي مقدس، كان جمال بالماضي بالحق معناها ما نحكيوش على جمال بالماضي. اسمعني تحس حتى توا فما شكون ينتقد جمال بالماضي مش فرحانين به. الصحفيين الجزائريين الكل يستناو في غلطه ماتش باش يخسروا باش يتاكيو. عمل الغلطه مش في الماتش، في التليفون خليهم خاطر واحد التليفون تاعو نعرف شنو خليهم يتكلموا جورناليست ومشينا. معناتها اما شنو جمال بالماضي تحب ولا ما تحبش عنده افكتيف، عنده ناس تلعب في الونيفو، عنده ديستار، عنده على شنو يتدلل. تعرف علاش هو داخل بعض وما لقاش التوليفه الصحيحه نتاع خاطر عنده بوكو دو ستار ما يعرفش كم شي يلعب. عنده نتاع ليون جايه في جوان باش يلزم يلعب، فهمت؟ دونك يلزم هو يعرف كيما الركراكي يعرف كيفاش ياخذ الجروب نتاعو ويعرف اللي يلعب اللي يسحق باش يلعب واللي يسحق يقعد على البنك يقعد على البنك. هو راهو في هذه راهو ما يظلمش. تصور معناها لا كوب دافريك كيفاش يلعب معناها بونجاح اللي ربحوها ضد السنغال في وين لعبوا في مصر، وين لعبوا لا كوب دافريك هذيك معناها بونجاح. والبلايلي سيتي سوربريز ينحي سليماني وينحي الاخر. اي هو توا قعد عام ما عيطش البونجاح ورجع عيط له. اما توا ربح بوانيت راه بالبونتو نتاع اليوم ربح بوانيت. بليلي باغ اكزومبل احتياطي كان اليوم بليلي مع فما هو منافسه مع شيبي لاعب تولوز. لا هو اللي نعرفه انا البليلي البريفيري نتاع جمال بالماضي. هو راهو يلعب حتى بغداد كان ايضا المفضل عن جمال بالماضي ونحى. توا يا خويا هذا اي نوري وذوما اللي جايين راهو دي كاليبر راهو اتونسيون فهمتي. هو الماتش اللي فات بن 70 نتاع مونشن جلادباخ على البنك. فما ملاعبين اخرين ريان شرقي وقويري هذوما نيغوسياسيون مع الفاف هذوما ينجموا يجيو وينجموا يدعموا المنتخب الجزائري. اسمع مين تحب ولا ما تحبش قويري بين ايطاليا والجزائر حبيبي، بين ايطاليا والجزائر. وكي تحب ولا ما تحبش المغرب والجزائر عندهم على شنو يدلوا، عندهم على شنو يدلوا، عندهم برشا فيكتيف، عندهم برشا ملاعبيه تلعب في الهو نيفو. معناتها عندهم عليه زاد لي زونترنور يدخلوا بعضهم يقول لك شكون باش نعيط وشكون باش نعيط. لكن نقاط مضيئه في المنتخب الجزائري هو الملاعبيه الجدد اللي دعموا المنتخب كابتن في الفتره هذه. نحكيو على جوان حجام، ايت نوري، الشيبي، هذوما كسبوا نقاط عديده من خلال الظهور الاول مع المنتخب الجزائري. ملاعبيه يلعبوا في مستوى محترم في تولوز، في نيس، في الوولف، في البريمير ليج. يعني ملاعبيه ذوما كابتن ملاعبيه اول مباراه صغار في العمر كاينهم عندهم يكون 3 سنين يلعبوا المنتخب الجزائري. هذا يدل لي عندهم قيمه، عندهم التالون. يا كابتن شو عندك التالون، عندك التكنيك، ما تخافش معناها تي فا تروفي لي سوليسيون. انت تي فا تروفي لي سوليسيون. هذا من ناحيه. هذه الجيل الجديد، جيل ايت نوري انا سميته بالجماعه كلها كان 19 20 وكذا، هما خاطر يحضروا في 2030 باغ اكزومبل 2026 حتى ما حتى 26 26 جا معناها في التونجونت ما هكا مانو بالماضي حتى ل 2026 حتى المغرب مش تلقاهم جمله ذوك مش تلقاهم. تونس كيف دونك فرنسا اذكى. فرنسا سيز كيف الجيل تاع مبابي كي تشوفهم الكل حتى فرتحومه. مبابي حتى بونليو باريزيان بوندي من بوندي بونليو باريزيان. دونك سي لا بونليو باريزيان معناها باش تشوفهم 19 اللي هي كابتن بعد البرازيل. جول عندهم كابتن بعد البرازيل بونليو باريزيان ثاني اكثر بلاصه طلع. هذا هو الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله خوتي مربوحه وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.